نعمل ايه واحنا متضايقين والهرمونات قب علينا وحاسين ان احنا مضغوطين جدا؟ ايه المفروض ان احنا نعمله ونقوم بيه؟ بنفتح التلاجة، بندور على خضار وفاكهة وبنقطعهم. تمام، فتحت التلاجة لقيت الحمد لله في جزر، في فلفل اخضر، في تفاح. اوكي، قطعتهم حطيتهم في طبق مريح للنفسية. يا ريت تبقى دايما الالوان الاطباق تكون فاتحة، اوكي، عشان تفتح النفسية بتاعتنا والشهية. مش نحن ناكل كتير يعني، بس نبقى مبسوطين واحنا بناكل. وبعد كده بنقعد نعمل حاجة اسمها mindfulness technique. اللي هو ايه؟ وانا باكل mindfulness technique يعني اني اركز في اللحظة اللي انا قاعدة فيها دلوقتي، يعني قاعدة بهدوء، باكل بالراحة، عارفة ان دي جزراية، باخد النفس وباكل. ليه بقول لكم ناخد النفس وبهدوء وناكل بالراحة؟ علشان دايما احنا بنكون متسربعين، ما بناخدش وقتنا، ومخنا دايما شغال. وفي حاجة اسمها المانكي مايند، يعني المخ اللي دايما على طول كأن في قرد بيتنطط جواه، واحنا على طول مشتتين وعلى طول متعصبين. وده جزء كبير من الضغط العصبي اللي بيأثر علينا. فما فيهاش حاجة ان احنا نقعد ونبتدي ناخد الأكسجين، نتنفس صح وناكل بالراحة علشان مخنا يهدى وندخل أكسجين في جسمنا وفي مخنا، فنبتدي العصبية تهدى خالص ونرجع تاني من الأول، وما نبقاش تعبانين أو مضغوطين أو حاسين إن كل حاجة فوق دماغنا.